والله الحالي تعبان. شايف انت بعينك يعني سيء، والله ميؤوس. ما في كتاب. ما في شيء، يعني مهيئات الحياة كلها. ولقمة العيش صفى صعبة. الصمود كان له ضريبة كبيرة. بلدة ثارت وصمدت وقاومت حتى الرمق الأخير، والدمار مغطيها بالكامل. خلوكم معي بجولة سريعة لنستكشف أحوال أهلها ونشوف إيش هي أبرز احتياجاتهم. أهلا وسهلا فيكم في بلدة التمانعة. والله الحالي تعبانة. يعني نحن بال 2016 تهجرنا من التمانعة وكل العالم يعني راحت، ما تم حدا منا هون، ورجعنا هلا يعني رجعنا كنا معتمدين على الزراعة وهلا ما تم شيء نعتمد عليه. شايف الوضع شلون، وين بدنا نرمم بيوتنا، وين بدنا نلحق أرزاقنا اللي بالأراضي. معيشة صعبة بمعنى الكلمة، يعني مصروف في غلاء كتير، غلاء فاحش مو يعني بشكل عجيب، ولقمة العيش صفى صعبة. خليك لهلا طلع شغيل على تعب ديتنا، الحمد لله رب العالمين، عم نسليك الامور. الحال يعني سيء، ليه خراب دمار، ما في شيء، يعني مهيئات الحياة كلها، حياة صعبة كلها، ما في شيء، يعني كله مو ظابط، لا طريق لا مي موفرة على السواء، حياتنا صعبة كلها صعبة، مواسم ما في، والناس جت كلها تعبانة، وهذا ما عنده شيء وهذا ما عنده شيء، عايشين موت أحمر والله. والله ميؤوس منه يعني، لأنه الخدمات هلقيني يعني عم تبدأ الخدمات معها إن شاء الله بتتحسن. بلدة التمانعة يعني من البلدات اللي دفعت ضريبة كبيرة، يعني فينك تقول كان لقبها تمانعة الصمود. ليش؟ عسكريا كانت من البلدات المميزة بالصمود، يعني ضد الحملات. أول حملة تكسرت على أعتاب التمانعة من جهة سكيك، ثاني حملة ببلدة الأخوين كمان تكسرت معنويات الجيش على أعتاب بلدة التمانعة. الحملة الأخيرة بال 2019 سقطت كل المناطق المحيطة ما عدا بلدة التمانعة، فصمود التمانعة يعني كان له ضريبة كبيرة. سيء. لك ليش؟ إيش السبب؟ ما في كتاب. ما في كتب؟ طيب اليوم بنطالب يعني أساتذتنا في وزارة التعليم وفي مديرية التعليم بتأمين الكتب من أجل إن شاء الله طلابنا الشجعان إنه إن شاء الله يكونوا من المتفوقين بإذن الله تعالى بعد ما رجعوا لمناطقهم المدمرة. المدارس كمان لسه مو كلها، يعني صار في مدرستين ثلاثة شغالين، جزء منهم كمان مو كلهم، يعني لسه المدارس اللي شغالين مو كلهم شغالين، وفي مدارس بالمرة يعني. جينا من هنيك من شمال، الاشجار كلها تعبانه ويبسانه، والعالم عم تشتغل فيها وما عم تعطي مواسم خالص، وهالناس كلها حياتها سيئه تعبانه، يعني عايشين حياه الناس ما مع شيء، يعني بدها بس اكل وشرب ما عم بتوفر. الوضع المعيشي الناس كلياتهم في يعني أزمات، شايف شلون، ويعني مادية، وما في يعني المواسم ما في عند الناس، وقحط وجفاف. مطالبنا انه هالشهر دي مشال هالشوارع تتنظف، المي تتوفر. يعني اذا بصير دعم للزراعه بتنشط الزراعه عندنا هون من اول وجديد، يعني بتعطي عندنا كانت زراعه جيده جدا احنا. يعني اذا رجعنا صار في اهتمام من وزاره الزراعه من هالناحيه، فراح يكون مردودها ومنعكسه على البلد جيد، يعني للداخلي وللحكومي. بدنا يعني إعادة أعمار أقل ما في، يعني هاي أفضل شيء. أنا ما دار مدمرت الحمد لله، وكثير مثلي مدمرين وقاعدين، هذا بدار هذا، وهذا عم يدبر راسه بخيمه، وهذا قاعد بالأرض. تتحسن معيشتنا وأرزاقنا يعني يمشي حالها. نحن بنقدر حكومتنا انه هي وضعها صعب جدا، يعني نحن مدركين لهذا الموضوع، ولكن نطالب يعني زياده الاهتمام نوعا ما، لانه فعلا هاي البلده كان يعني دفعت ثمن اكثر من غيرها.